يبدو أن قدر السوريين واحد، فمن بقي في سوريا عاش على قيد الأمل أن تتحسن الظروف ويكمل طريقه في بلده، ومن هاجر منها بقي على القيد ذاته، أي على الأمل. السوريون في لبنان وهم الذين اختاروا أقصر الطرق للخروج من الدوامة دخلوا الأزمة من باب آخر، فأثقلتهم الجارة الشقيقة بالكثير من القرارات التعجيزية، وبعضها صنف على أنه عنصري بما أنه صدر ضد السوريين دون سواهم. العديد من الحوادث يتعرض لها السوريون كل يوم في لبنان، منها ما هو متعمد ومباشر، ومنها ما هو نتيجة تراكمات لقرارات الحكومة اللبنانية بحق السوريين. للمزيد وتفاصيل أوفى والاستعراض أهم وآخر الأخبار التي تتعلق بالسوريين اللاجئين في لبنان، ينضم إلينا من بيروت الصحفي السوري المختص بشؤون اللاجئين عمار الشبلي. مساء الخير. مساء الخير ورد. أهلا وسهلا فيك عمار ببرنامج قولا واحدا. بداية سمعنا وشاهدنا عدد من الأخبار المؤلمة اللي بتتحدث عن أخبار اللاجئين السوريين والأطفال تحديدا في لبنان. هل لك أن تطلعنا على بعض التفاصيل الأخيرة؟ نعم ورد. في الأسبوع الفائت أو في العشرة أيام الفائتة تعرض العديد من الأطفال السوريين لعدد من الحوادث، طبعا منها ما هي حوادث غرق، وإضافة إلى حوادث أخرى منها حوادث السيارات. طبعا أفادت معلومات أيضا في حصرية عن غرق الطفل السوري راغب الحمد، وهو ابن 7 سنوات، بعد غرقه في بحيرة المياه قرب الخيمة التي يقطنها في منطقة تل النحاس في قضاء برج عيون. أيضا تعرض سوريان في الأسبوع الفائت، وهما السوري يعقوب عدنان نصاد باشي ومحمد مصطفى محمد، لعملية سلب عن طريق عام قرية بلان الحصية عكار، طبعا قرابة 1:30 بعد منتصف الليلة الجمعة السبت، حيث ووفق إفادة هؤلاء الشخصين بأن اعترضتهما سيارة مرسيدس بنية اللون وفي داخلها 4 أشخاص لبنانيين عمدوا إلى سلبهم بقوة السلاح، وكان في حوزتهما مبلغ $500 أمريكي و100,000 ليرة سورية. تمام. طيب، أثير على بعض مواقع الإخبارية أن هناك نية لدى الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بإعفاء السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من رسوم الإقامة السنوية. هل من شيء في هذا القبيل؟ طبعا على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولكن الأمم المتحدة أصدرت بيان في وقت سابق بأن من يستهدفهم هذا القرار هم نفسهم الذين كفلتهم أو كانت إقامتهم على إقامة الأمم المتحدة في لبنان في عام 2015، أي أن هذا القرار لا يستهدف جميع السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، وإنما يستهدف قرابة 150,000 لاجئ سوري في لبنان فقط. تمام. فإذا هو قرار جزئي وليس معمم. نعم، أي بالنسبة المئوية أي بحوالي 10% من عدد السوريين المتواجدين في لبنان. تمام، نسبة ضئيلة جدا. طيب، لضيق الوقت ولتواجدك بمكان عام في الشارع نسمع الأجواء العامة حولك، عمار، تعرضت بعض المحال التابعة والمملوكة من قبل السوريين في لبنان لإغلاق قسري ومتعمد من قبل السلطات اللبنانية. ما سبب ذلك؟ ما الدوافع الاقتصادية والسياسية وراء ذلك؟ طبعا عممت وزارة العمل في الأسابيع القليلة الماضية قرار يقضي بإيقاف جميع المحال والمؤسسات السورية والتي تعود ملكيتها لأشخاص سوريين، وحتى إن كانت هذه المؤسسات تعمل قبل بدء الأزمة السورية، أي أن الأشخاص الذين أقاموا هذه المؤسسات دخلوا أساسا إلى لبنان بصفة مستثمرين. طبعا الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها، وبصورة خاصة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التي تتصف بصفة الرئيس والعميد والمدير ونائب المدير ورئيس الموظفين وأمين الصندوق والمحاسب والسكرتير والمستكتب والموثق. هذه الوظائف تنحصر بالأشخاص اللبنانيين.
ايضا الاعمال التجاريه على اختلاف انواعها، اعمال الصرافه والمحاسبه والوساطه والتامين، والاعمال الهندسيه بمختلف انواعها، والصياغه والطباعه والنشر والتوزيع والخياطه والرثي والحلاقه والكوي والصباغه، وايضا والتصليح السيارات من حداده ودهان وميكانيك وتركيب زجاج وفرش سيارات. هذه المهن والمهن الحرة أيضا من هندسة وطب وصيدلة ومحاماة إلى آخره، وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين. طبعا هذا القانون استهدف بالدرجة الأولى المواطنين السوريين، وأيضا فتح المجال بهذه الأعمال لجنسيات غير سورية، جنسيات أخرى. نلاحظ بأن هذه الأعمال التي حضرتها وزارة العمل يعمل فيها أكثر من جنسية غير الجنسيات اللبنانية، ولكنهم تعمدوا إلى إيقاف الجنسية السورية فقط. يعني شو بده يعمل المواطن السوري على الأراضي اللبنانية، وشو بده يمارس مهنة غير مهنة رجاء الله عز وجل ليلا نهارا أنه تنفرج الأحوال بسوريا ليرجع مثل ما تعود السوري عزيز كريم إلى أرضه. بدي أتشكرك كثير لمداخلتك. عمار الشبلي، صحفي سوري مهتم بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، شكرا كثير لك. نتابع بعد فاصل قصير.